وطبعا تميمي لما بيغيب بيرجع بحاجات قويه جدا. فزي ما انت شايف كده انا النهارده جاي اكلمك عن اجمد سماعتين انت هتشوفهم وممكن حرفيا تنزل دلوقتي حالا بعد الفيديو ده تشتريهم. واخيرا يا جماعه نزلت فيديو جديد هنا على القناه، وهو الفيديو اللي انت بتشوفه ده. وطبعا انت اصلا مش متابعني على كل السوشيال ميديا، علشان كده كنت متوقع ان انا بقالي شهر قاطع عن كل السوشيال ميديا، بس ده كله عشان انت مقصر معايا ومش عامل لي فولو على انستجرام، او حتى كمان عامل لي لايك وفولو للبيج بتاعه الفيسبوك. فانا حرفيا بقالي شهر بنزل يوميا ريلز على الانستجرام والفيسبوك، وانت كل ده مش متابع المحتوى الرهيب اللي انا بنزله. فانت بجد مفيش قدامك فرصه تانية غير ان انت دلوقتي حالا تنزل تحت في الديسكربشن هتلاقي لينك الانستجرام ولينك الفيسبوك، خش اعمل لي فولو على طول هناك، واستنى محتوى رهيب جدا الفتره اللي جايه هنا على اليوتيوب، سواء فيديوز طويله او حتى هناك على الانستجرام او الفيسبوك كشورتس او ريلز. يعني طبعا تميمي لما بيغيب بيرجع بحاجات قويه جدا. فزي ما انت شايف كده انا النهارده جاي اكلمك عن اجمد سماعتين انت هتشوفهم وممكن حرفيا تنزل دلوقتي حالا بعد الفيديو ده تشتريهم، لان سعر السماعات دي خرافي جدا بصراحه بالنسبه للي هم بيقدموه، بالذات بقى السماعه دي واللي احنا هنتكلم عنها في اخر الفيديو. السماعه دي حرفيا انت هتستغرب من السعر بتاعها وكم المميزات اللي هي بتقدمه لك. ومبدئيا كده لو انت عايز تشتري سماعه من السماعات دي فخش تحت في الديسكربشن هتلاقي صفحه سكرين شوت، قول لهم ان انت تبع عمر التميمي عشان تاخد خصم 50% على الشحن لاي محافظه في مصر. فبصراحه مفيش تظبيط اكتر من كده، فزي ما انا مظبطك انت برضو لازم تظبطني وتنزل دلوقتي حالا تعمل سبسكرايب، تروح عليا كده بلايك كومنت فولو على انستجرام زي ما قلت لك من شويه، هتلاقي لينك تحت في الديسكربشن. وبرضو لو انت دلوقتي على صفحه الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وفولو للبيج، ويلا بينا نبدا على طول. خليني ابدا الكلام معاك باول سماعه اللي هي جايه بالشكل ده. وتجربه الانبوكسنج بتاعت السماعه دي كانت رهيبه جدا، وعملنا اصلا فيديو شورت كده هيكون نزل هنا على القناه ونزل برضو على الانستجرام، روح شوف كده تجربه الانبوكسنج بتاعت السماعات دي عموما هتكون عامله ازاي. بس بعيدا عن كده انا بقول لك كده الملخص بتاع الفيديو شورت ده ان تجربه الانبوكسنج بتاعت السماعه دي هتكون تحفه قوي. المهم خليني نرمي كده العلبه على جنب وتعالى نتكلم شويه عن السماعه نفسها. اول حاجه هتلاحظها اول لما تمسك السماعه دي ان الديزاين بتاعها هو التصميم بتاع الاير تيبس، وبصراحه التصميم ده هيكون مريح جدا في ودانك. والسماعه دي انا قدرت البسها لفترات طويله جدا من غير ما احس ان انا وداني وجعاني او حاجه، فدي بصراحه حاجه كانت مميزه جدا في السماعه دي. وشايفك اللي هتسال دلوقتي تحت في الكومنتات طب يا تميمي بالنسبه للثبات بتاع السماعه دي في الودان، انا بروح البسها في الجيم وانا على التريد ميل او حاجه، فهل ممكن تقع مني وانا بجري او كده؟ هرد عليك واقول لك على طول السماعه هنا بتكون ثابته جدا في ودانك مهما حصل وقعدت تجري وبتاع، مش هتقع اطلاقا. ده كمان مع الميكس بتاع انها مريحه جدا انت هتاخد تجربه ممتازه جدا من ناحيه الثبات والراحه في الودان. هتيجي وتقول لي طب يا تميمي بالنسبه للصوت، انا دي اهم حاجه اصلا بركز عليها وانا رايح اشتري اي سماعه. انا عايز اقول لك ان انا بعد ما جربت السماعه دي وجربت سماعات تانية في الفئه السعريه بتاعتها، السماعه دي تعتبر من احسن السماعات اللي في الفئه السعريه دي من ناحيه الصوت. بتديك بيز كويس جدا، هتقدر تسمع البيز بطريقه فظيعه، البيز هيكون عالي، وصوت الطبله كده والدرامز لما بتيجي تتعب في الخلفيه كده بتاعت اي اغنيه انت فعلا هتسمعها بطريقه ممتازه. ومن ناحيه برضو التريبل هيكون كويس جدا معاك، وصوت المغني بيكون واضح ومدينك كده ميكس الاثنين مع بعض، البيز مع التريبل والتفاصيل اللي موجوده في الصوت وطبقات الصوت بيدوك ميكس كويس جدا وانت بتسمع اي تراك او حاجه. بس بصراحه كده بيني وبينك السماعه دي مش احسن سماعه ممكن تشتريها بالسعر ده من ناحيه البيز او التريبل، هي ممكن تكون من احسن السماعات بس بصراحه هيكون في احسن. وحاجه مثلا زي السماعه دي اللي احنا هنتكلم عليها كمان شويه، عايز اقول لك ان لا الصوت بتاع السماعه دي هيكون احسن بحبه حلوين من الصوت بتاع السماعه اللي هي البيضه دي. بس بصراحه كده لو ما قارناش صوت السماعه دي باي صوت تاني في اي سماعه تانيه، السماعه دي هتكون ممتازه جدا بالسعر بتاعها. بالنسبه للماتيريالز بتاعت السماعه دي هي الماتيريالز الطبيعيه بتاعت اي سماعه، اللي هو انت لو اتغشمت عليها كده هتتقطع معاك، ده طبيعي جدا في كل السماعات في الفئه السعريه دي وفئات اعلى بكتير. اي سماعه سلك الماتيريالز بتاعتها بتكون ماتيريالز طبيعيه وبتكون بالشكل ده اللي هو قشطه ممكن تتقطع معاك. ومن ناحيه المايك فالمايك هنا بتاع السماعه هيكون كويس جدا معاك في المكالمات او حتى كمان وانت قاعد بتعمل ريكوردات لاصحابك على الواتساب وانت قاعد في الاوضه. بس هي الفكره كلها ان هو بيلقط صوتك وصوت الناس اللي حواليه، يعني مش هيكون في اي برايفسي تماما لو انت قاعد بتتكلم وانت في وسط مجموعه من صحابك او وسط اهلك او كده. بس عموما ده الطبيعي جدا في الفئه السعريه بتاعت السماعه دي. طب يا جدعان دلوقتي انا بكلمكم من المايك بتاع السماعه البيضاء اللي هي السماعه دي، تمام؟ زي ما انتم سامعين كده انا في اصلا صوت تكييف كده بسيط ظاهر في الخلفيه، فلو انتم سامعينه فكده انت تجربه وصلت لك حته ان ايه المايك مش بيعزل الصوت اللي حواليا، هو بيجيب صوتي وصوت كمان الناس اللي حواليا او الصوت عموما بتاع اي حاجه جنبي. فبس اكتب لي تحت في الكومنتات بقى ايه رايك في الصوت بتاع المايك بتاع السماعه دي، ويلا بينا بقى اعمل لايك وسبسكرايب كده وخلينا بقى نكمل باقي الكلام. طيب تشتري بقى السماعه دي امتى؟ انا عايز اقول لك ان انت تشتري السماعه دي لو انت بتحب الديزاين اللي هو اير تيبس ده وعايز سماعه تكون متكامله معاك في جميع النواحي. يعني في الفئه السعريه دي انت مش هتلاقي سماعه بتديك المايك الممتاز
مع الصوت الممتاز والاريحيه والماتيريالز الجامده اللي موجوده هنا في السماعه دي. فلو انت عايز كل الكلام ده روح طبعا اشتري السماعه دي زي ما انت شايف كده، هو ده الشكل بتاعها. خد سكرين شوت دلوقتي وروح ابعتها لصفحه سكرين شوت وقول لهم ان انت جاي من طرف عمر التميمي وعايز تشتري السماعه دي، وهتاخد خصم 50% على الشحن لاي محافظه في الجمهوريه. نركن بقى السماعه دي على جنب ويلا بينا نمسك بقى السماعه السوداء اللي هي السماعه بيسموها عظم، اللي هي جايه بالديزاين ده. تمام. وبصراحه كده انا كتميمي انا بحب الديزاين ده اكتر وبيحس ان هو بيكون مريح اكتر، على عكس اصلا اغلب الناس اللي تحسها لا بتحب الديزاين بتاع الايرتابس. بحس بصراحه كده ان انا مرتاح اكتر وانا لابس السماعات اللي هي بتكون بالديزاين بتاع اللي هو العظم ده. وبعيدا بقى خالص عن الديزاين، فعايز اقول لك ان الماتيريالز بتاعت السماعه دي هي ماتيريالز ارقى شويه بصراحه من الماتيريالز بتاعت اول سماعه. هو الاثنين عادي الماتيريالز الطبيعيه بتاعت اي سماعه اللي هي ممكن تتقطع معاك عادي خالص، بس انا حاسس ان ايه الماتيريالز هنا بتكون ارقى سيكه كده. فمن ناحيه الماتيريالز او الخامات يعني هتلاقي ان السماعه هنا ارقى بحبه حلوين اي سماعه تانية في الفئه السعريه بتاعتها، الا بقى لو السماعات التانية اللي في الفئه السعريه دي جايه من القماش، فطبيعي ان القماش هيكون احسن يعني. ومن ناحيه الراحه والثبات فالسماعه بتكون ثابته جدا في وداني، وانا بكون مرتاح مع الديزاين بتاع اللي هو العظم ده. فلو انت مش بترتاح مع الديزاين بتاع العظم ده فخليك طبعا في السماعه الاولى، هتكون ممتازه جدا معاك. بعيدا بقى عن الكلام ده كله، الكلام ده اصلا ممكن تعديه لاي سماعه، انت اكيد هيهمك الصوت. فعايز اقول لك ان الصوت بتاع السماعه السوداء دي، السماعه الثانيه اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، مفيش اجمد منه في الفئه السعريه دي. لا بجد انا مش بافور ولا بطبل ولا بقول اي حاجه، السماعه هنا الصوت بتاعها وهم من ناحيه البيز، من ناحيه التربل، من ناحيه التفاصيل في الصوت. اما بقى بالنسبه للمايك بتاع السماعه دي، فالمايك هنا برده هيكون ممتاز جدا، هو احسن بحبه حلوين من المايك بتاع السماعه الاولى. يعني هنا هتحس كده ان في عزل شويه في الصوت لما تيجي تكلم صحابك او حاجه وانت حواليك ناس كتير، هتحس لا ان انت كلامك بيظهر وفي عزل شويه عن كلام الناس التانية. طيب يا جدعان دلوقتي انا بكلمكم من مايك السماعه التانية اللي هي السماعه السوداء، وده اللي من وجهه نظري المايك الاحسن من السماعه الاولى والمايك الافضل عموما في الفئه السعريه دي. يعني المايك بتاع السماعه دي في الفئه السعريه بتاعتها اللي هي 230 جنيه ولا حاجه، انا تقريبا اصلا لسه ما قلتلكش السعر، بس لو انت مكمل الفيديو لحد هنا فاهو انا قلت لك السعر اكسكلوسيف اهو، كمان اصلا المفروض هقول لك كمان شويه. عموما يعني ايه رايك في المايك بتاع السماعه دي؟ اكتب لي رايك تحت في الكومنتات. وانا من وجهه نظري المايك ده احسن من مايك السماعه الاولى اللي هي السماعه البيضاء، وكمان هو من احسن المايكات اللي انت ممكن تلاقيها في الفئه السعريه دي. يعني ممكن تلاقي سماعات تانية بتقدم لك نفس المايك ممكن احسن شويه، بس مش بتقدم لك نفس التجربه الصوتيه اللي بتقدمها لك السماعه دي. حرفيا السماعه السوداء دي هي السماعه الاكثر تكاملا في الفئه السعريه بتاعتها. وبس كده خلينا بقى نكمل الكلام على طول. وطبعا على فكره هنا في السماعتين هتلاقي زرار كده في كل سماعه، لو ضغطت عليه ضغطه سريعه هتلاقي ان انت بتقفل او تفتح التراك اللي انت مشغله، لو ضغطت ضغطتين هتشغل التراك اللي بعد اللي انت مشغله، وثلاث ضغطات هتشغل التراك اللي قبل اللي انت مشغله. الخلاصه بقى تشتري انهي سماعه في الاثنين دول؟ بص هو انا كتميمي ورايي الشخصي انا هروح اشتري السماعه السوداء علشان انا برتاح مع الديزاين اللي هو بيكون العظم ده. بس لو انت شخص تاني بتحب الديزاين بتاع السماعه اللي هو بيكون اللي بالايرتابس فطبعا روح اشتري السماعه دي. واكيد زي ما انت شفت كده الفروقات اللي موجوده ما بين السماعتين دول، انا عايز اقول لك ان الخلاصه بقى في الفروقات ما بينهم ان الصوت والمايك بتاع السماعه السوداء هنا بيكون احسن بحبه بسيطه كده من الصوت والمايك بتاع السماعه دي. بس انت على حسب اريحيتك، انت بترتاح مع الديزاين بتاع السماعه الايرتابس روح اشتري السماعه دي، لو انت بترتاح مع ديزاين السماعه العظم خليك في السماعه السوداء. وسعر السماعتين دول على فكره مش هيختلف تماما، الاثنين سعرهم 230 جنيه وعليهم خصم 50% على الشحن لجميع محافظات مصر. بس خلي بالك ده لو انت رحت قلت السكرين شوت ان انت من طرف عمر التميمي تقدر تشتري السماعتين دول ب 230 جنيه وعليهم خصم 50% للشحن لجميع محافظات مصر. لو انت رحت قلت لهم ان انت عايز تشتري السماعات دي بس وما جبتش سيرتي فانت كده هتلبس وتشتري السماعات دي اغلب حبه حلوين. وبس كده يا جدعان كده خلصنا الفيديو بتاع النهارده، اتمنى فعلا الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وبس. سلام.